السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. اليوم في عندي تعقيب، وإن شاء الله هذا الفيديو ينتشر بين أفراد الشعب اليمني كافة. أصدقائي أعزائي الكرام أينما كنتم في الشعاب والوديان والجبال المهم يا جماعة، الفنان اليمني عندما يطلع ما يقدر يغني إلا هو مخزن قات، وهذا الشيء منظره خايس جدا 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 وغير أخلاقي. حتى لازم تظهر الفن اليمني وأنت يعني إنسان لائق بمظهر لائق ومظهر حضاري ومظهر. أيوب طارش يغني كل أغانيه ما ظهر فيديوه مخزن أبدا. الشعراء الجدد أو الشعراء المبتدئين يجي يظهر لك على قناة اليوتيوب وهو مخزن قات ويلقي الشعر. حبيبي يعني ما تقدر تلقي الشعر إلا وأنت مخزن، ما تقدر تتكلم إلا وأنت مخزن. يعني لا ما بش بلقفك البرسيمة والقاتة والهذه لسانك ثقيلة ما تقدر تحركها ولا شيء. لا والله تقدر تتكلم كيف مشتيك، بس ما يطلع الهاجس إلا وأنت مخزن. لا تجيب حتى بيتنا الشعر، لأنه أنت تظهر قناة اليوتيوب تنزلها على اليوتيوب، تظهر قدام الناس ويشوفوك ويشاهدوك ناس ويشاهدوك. عسى حتى يكون متابع واحد شاهدك، بس تظهر بمنظر لائق وحضاري، سواء شاعر أو فنان. أي واحد يغني وبلقفقات احنا له بالمرصاد حتى تروح المناظر هذا البشعة. ما تظهر تغني لو انت مخزن بقات. استحوا، خليكم يعني اظهروا الفن اليمني على اصوله، الفن اليمني على بالحضارة والفن والامور. تقدر تغني وانت يعني ما بش بلقفك من هالبلاوي. تحياتي لكم، مع السلامة.